تعالوا نرجع بعد الفاصل ده عن أسرار كنوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. وأشرق البدر علينا واختفى بدر التمام. مثل حسنك ما رأينا في العراقين والشام. وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. وأكرم الأرواح منا بلقى خير الأنام. بلغ المختار عنا من صلاة وسلام. وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. ربي واجعل مجتمعنا غايته حسن الختام. واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الكرام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. وطالع البدر علينا من ثنية الوداع. وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. من أسرار يا جماعة كنوز الصلاة على النبي المختار، أول حاجة حصول 10 صلوات من الله تعالى على المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على كل واحدة. تخيل يرفع له 10 درجات بكل واحدة، يكتب له 10 حسنات بكل واحدة، يمحي عنه 10 سيئات بكل واحدة، ترجى له إجابة دعوته. يعني لو قلت، الناس بيقولوا اللي بعد الدعاء الوقت ما بين الأذان وإقامة الصلاة الوقت ده مقبول، يعني دعاء فيه لا يرد. فاحنا لو قلنا اللهم صل على سيدنا محمد ودعينا ونقول اللهم صل على سيدنا محمد وفي ختام الدعوة بيقولك الطرفين هنا اتقبلوا من الدعوة فتقبل الدعوة كاملة، سبب لشفاعته صلى الله عليه وسلم، سبب لغفران الذنوب وستر العيوب، سبب لكفاية العبد ما أهمه من همه، يعني سبب لقرب العبد منه ومن ربنا سبحانه وتعالى، تقوم مقام الصدقة، سبب لقضاء الحوائج، سبب لصلاة الله والملائكة على اللي بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، سبب زكاة المصلى والطهارة له، سبب تبشير العبد بالجنة قبل موته. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة بيقول فيما معناه من داوم على الصلاة عليه لما يصبح 10 ولما يمسي 10 أو 1000 تقريبا، في رواية أخرى 1000 أو 1000 مثلا لما يصبح و1000 لما بيمسي،
مش هيموت إلا لما يرى مقعده من الجنة. فعلشان كده هي سبب في تفشير العبد من الجنة بالجنة يعني قبل موته، سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة، سبب لرده صلى الله عليه وسلم على المصلى عليه. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي عليك، سبب لتذكير ما نسيه المصلى عليه. دايما كده تكون ناسي حاجة تقول اللهم صل على سيدنا محمد، افتكرت. سبب لطيب المجلس وأن لا يعود على أهله حسرة يوم القيامة، سبب لنفي الفقير عن المصلى عليه، تنفي عن العبد اسم البخل إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة بيقول في حديث فيما معناه البخيل الذي إذا ذكرت يعني عنده ولم يصلي عليه. بخيل يلي بتصلي على النبي. نجاته من دعائه عليه رغم أنفه إذا تركها عند ذكره. يعني مثلا اللهم صل على سيدنا محمد، واحد بيدعي عليه دعائه عليه، سبب لنفي الفقير عن المصلى عليه، تنفي عن العبد اسم البخل إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة بيقول في حديث فيما معناه البخيل الذي إذا ذكرت يعني عنده ولم يصلي عليه. بخيل يلي بتصلي على النبي. نجاته من دعائه عليه رغم أنفه إذا تركها عند ذكره. يعني مثلا اللهم صل على سيدنا محمد، واحد بيدعي عليه دعائه عليه رغم أنفه إذا تركها عند ذكره. لو هو مثلا كده عايز يصلي على النبي فإن شاء الله هتنجيه برضو من الدعاء عليه. تأتي بصاحبها على طريق الجنة وتخطئ بتاركها عن طريقها. يعني يوم القيامة هتبقى كده نور يمشي بيه إلى طريق الجنة إن شاء الله. سبب تمام الكلام الذي بدأ بحمد الله والصلاة على رسوله، سبب لفوز العبد بالجواز على الصراط، بتخليه ثابت على الصراط، اهدنا الصراط المستقيم. يخرج العبد عن الجفاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ميبقاش كده قلبه حجر، لا يبقى قلبه لين لأنه بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. سبب لإبقاء الله تعالى الثناء الحسن على المصلى عليه بين السماء والأرض. ربنا سبحانه وتعالى بيفضل على طول يتباهى بالناس اللي بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يحمدهم ويثنيهم بين السماء والأرض. سبب رحمة الله عز وجل، سبب البركة، سبب لدوام محبته صلى الله عليه وسلم وزيادتها وتضاعفها. كل ما انت تذكر اسم حتى ازداد محبته عندك. تخيل انت بتذكر اسم النبي فأكيد محبته هتزداد عندك. سبب لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم للمصلي عليه. دايما النبي صلى الله عليه وسلم يا رب انت بتفتكر صلاتي يا نبي صلى الله عليه وسلم، انا دايما بصلي عليك انت بتفتكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيرد كمان عليك يعني بيرد عليه الصلاة، وكمان بيحبه زي ما هو بيحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويتفكره دايما. سبب لهداية العبد وحياته وحياة قلبه وحياة قلبه كده، قلبه يبقى عنده حياة ما يبقاش ميت. سبب لعرضه عليه صلى الله عليه وسلم وذكره عنده. دايما النبي صلى الله عليه وسلم اعمال كل الناس بتترفع عليه يوم الخميس، وبيشوف اعمالنا يوم الخميس بيبقى فرحان قوي ليها وبيبقى زعلان على بعض منها. سبب لتثبيت القدم، يبقى قدمه كده سليم، تأدية لأقل القليل من حقه صلى الله عليه وسلم، وشكر النعمة التي أنعم بها علينا المولى عز وجل ببعثه صلى الله عليه وسلم. إنها دايما طبعا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم برضو ذكر الله وشكره ومعرفة إحسانه. الصلاة عليه من العبد دعاء وسؤال من ربه عز وجل، انطباع صورته الكريمة لله في النفس. الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقوم مقام الشيخ المربي عليه الصلاة والسلام. هذا كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب الأزواج والقصور وتعدل عتق رقاب. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. تعالوا بقى اللينك اللي جاي ده على طول نروح لجروب ونشوف الناس قالت ايه عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. خليكم معانا بس على إذاعة معا إلى الجنة. ما تصلي بقى على النبي، خلاص ده احنا أخدنا حاجات كتير قوي. يلا صلي على النبي. النبي صلى الله عليه وسلم هيرد عليك، وكمان ربنا هيصلي عليك 10، وكمان النبي صلى الله عليه وسلم هيرد الصلاة عليك.